أكلة النهاردة بتدفي في برد الشتاء، أكلة كده تديكي طاقة. إيه اللي أنا بعمله ده الوصفة كده مش هتخلص النهاردة. أنا كل اللي عايزاه نص كوباية زيت، هفضل أنزل سرسوب سرسوب وعليه كمان نص كوباية من الدقيق. أيوه، اشتغلي كده على طول. ابدأي بقى، هاتي يلا شوية سوداني، ما تخليش الدقيق يغمق معاكي، أنا عايزاه اللون بيش فاتح. يا دوبك يسخن الدقيق نزلت بكوباية السوداني وعليها كمان حوالي نص كوباية من السمسم. ايدك بقى فيه علشان ما يتلدعش ولا يغمق منك، يبقى اللون البيج اللي انت شايفاه ده كويس قوي كده. انزلي بقى بحوالي كيلو ونص من العسل، كل ده وانت رافعه على النار. تنزلي بكل كميه العسل اللي موجوده عندك، تقدري طبعا تضاعفي الكميه حسب ما انت عايزه. بدات هنا، هي هتغلي معاكي يا دوبك تغلي غلوه والتانيه. بصي هتعملي ايه. انا جبت الحلبة اللي حصى، الحلبة العادية اللي احنا بنشربها، هتديها بس تسخينة على النار وتبرد معاكي. اضربي في المطحنة، هتطحن معاكي كويس الحلبة، هتبقى معاكي بالشكل ده. حطي بس معلقتين كبار. بتشتري حلبة مطحونة جاهزة من عند العطار مفيش مشكلة. المهم ان انت يا دوبك هتغلي بالحلبة غلوتين برضو بس، ما تكتريش. اوعي تعقدي العسل جامد على النار. مجرد ما هتلاقي ريحتها طلعت مع الحلبة وعملت معاكي الرغوة اللي انت شايفاها دي، هتطفي النار عليها. ما تسيبهاش تبرد خالص، يعني ما تقوليش الحق احطها في العلبه وهي بارده علشان هتجمد معاكي. هي بصي سايبه معايا ازاي، ما تقلقيش. لما بتبرد بتبدا تمسك نفسها شويه وهي دافيه. ابداي حطيها بقى في العلبه بتاعت التخزين اللي انت هتشيليها فيها. طبعا دي ما بتشيليهاش جوه التلاجة، بتسيبيها في العلبه بتاعتها على الرخامه عادي. الاكله طبعا غنيه عن التعريف، دي بقى المفتقه دافي في برد الشتاء وبالف هنا.